بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بإذن الله هنعمل عيش رح أو عيش غلة رغيفين طري كده معاكم. ده كيلو ونص دقيق احنا هنعجنه. المقادير بتاعتنا ايه؟ دي خميرة بوشتها هي، وحطيت على الخميرة معلقة سكر ونص معلقة ملح عشان نبوشهم مع بعض ندوبهم، ومعايا ميه للعجين اهي، معايا ميه عشان نعجن بقى العيش الرح ده. هنعجن رغيفين ونرحهم مع بعض ونخبزهم. خليكم معانا كده. انا بعجن اهو يا جماعه، هما حاجه بسيطه عشان العيش الرح ده اما بيقعد ببرول، فاحنا بنعمل صبح بصبح كده. اما لو انت عايزه تزودي الكميه تروحي يا دوبك يطلع من الفرن يبرد تروح حاطاه في الفريزر على طول. انا هلت فيه بقى، واما اجي اطب العيش هوريكم الطبه ازاي. انا عملتها قبل كده، العيش الغله عجناه مع بعض قبل كده اهو. كده يا حبايبي، هي دي الطبه بقى. ونقعد نطب كده الفقاقيع اللي احنا بنعملها دي بتخلي اهو. هي دي بقى تخلي العيش مفتح معاكي، ما يكونش فيها اي تخريزه ولا حاجه. انتوا عارفين ان انا مش مكتره، عاملين على قد يوم بس، يعني كيلو ونص كده او كيلو دقيق كفايه. اما لو عيله كبيره بألف هنا تكتر قوي، انما احنا عشان عددنا صغير فدول على قدنا يعني. هي دي يا جماعه الفقاقيع دي. هخلص بقى العجين واسيبه يخمر، وما نيجي نخبز هنوريهولكم يا حبايبي. هو ده الفسيخ جميل. انا هننضفه بقى قبل ما هنشوف في شيء عايز متنضف وشيء عايزه بحاله كده يستمتع به. فانا هعمله بقى قبل ما العيش يخمر، وبعدين اغسل ايدي ونخبز العيش. حذروا المفاجأة اللي كنت محضراها. هنعمل العيش الطري علشان الفسيخ طالع الريحة جميلة. هو ده الفسيخ وجماله، هو ده الفسيخ جميل يا جماعة. عسل. انا مرضتش اوريكم في العلبة عشان اليوتيوب منع الحاجة اللي فيها دم. طبعا الفسيخ بقى منزل الملح اما بتحط فيه خليه ينزل يسرد الدم والحاجات اللي فيه. فانا اهو بنقصقص يا جماعة اهو. احنا كده بننضفه ازاي؟ بنمسك بقى الخياشيم دي والحاجات دي بنقصقصها بالمقص، وبعدين بنروح جايبين السكينه وجايبين الظهر بتاعها بقى زي ما يكون بتنضف السمك المقلي كده. احنا الاول بنشتغل بالمقص الخياشيم والزعانف والحاجات دي والديل، وبعدين السكينه بنعمل بقى ظهر السمكه، ظهر الفسيخه يعني، وبنقدمه بقى بنفتحه في اطباق كده وبنقدمه. اللي حابب بيخلي اللي حابب وهم ما بيحبذوش الخلي يعني، بيحبوا يستمتعوا وياخدوا التجربه. ازيكم يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. يلا بقى اللي بيحب يا محمد وولدها يحط لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من يوميات ام محمد وولدها. يا رب نكون عند حسن ظنكم، واللي عجبه فيديوهاتنا ما ينساش في اللايك والدعم والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. حبايب قلبي دول عجينه خمره اهيا، ودول رادر فراشن الطبليه هون. هنقرصه بقى، هنقطعه يا عايزه تعملي بدقيق تقطعيه بدقيق ماشي، تقطعيه بميه ماشي، المهم حاجه تسلكي ايدك فيها وخلاص. فرشه الطبليه رده دي خلط القمح، وده العجين هي حته صغيره على قد يوم كده. طبعا معايا طبق في ميه هون ببل ايدي فيه كده، يبقى يخلي وش الرغيف نادي. عايزه تحطي ما تعمليش بميه، ما تقرصيش بميه وبتعملي بدقيق ماشي، بس الميه بتخلي العيش وشه نادي كده ومنور وجميل. دي الفرق بقى. عايزه تجيبي شويه دقيق ماشي، عايزه تحطي على الميه معلقه زيت ماشي، كل دي بدايل.
وانا بقرصه، عما بقرصه بيكون مرتاح، وبعدين بنريحه بقى ونولع الفرن. انا عامله حاجه بسيطه على قد يوم بيوم كده، عشان العيش ده ملوش عمر يعني، واللي بيعمل كميه ويحطه في الفريزر اما بيجي يطلعه يسخنه. حبايب قلبي دول رغيفين، هما جم 10 رغيف هما حلوين رضا. وده الفرن، انا ولعت الفرن يسخن وصلحته. صلحيه يعني ايه اللي ما يعرفش، جبنا قماشه كده من بتوع المطبخ تكون نظيفه، حطيناها في ميه وبنمشيها كده بالعود في قلب الفرن. عشان ايه؟ شوف خليت العدسه نظيفه وجميله ازاي، خليتها نظيفه. صلحت مرتين ثلاثه كده بالميه تلمع وتبقى جميله، وارضيه العيش تبقى حلوه. وهنا بقى دي صينيه هي، الصينيه دي بحطها تحت مني كده وانا بنخ وانا بريح اي رده تنزل عليها تبقى نضيفه. ماشي، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ شايفين الرغيف؟ بسم الله ما شاء الله، عسل. جميل. ده جميل. شايفين؟ شايفين الريحة بقى. انا بقطعها قطعة صغيرة لان انا عايزاه صغير، انا بجيب صغيرة كده زي اللي انتوا بتشتريه من الافراح. الصغر والكبرى ده في ايدك انتي. انا بادئ ايه، انا اصلا عامله حته عجينه صغيره فصغرت قطعيه. نعمل بيض بقى، نروح على ايدينا كده نربط، ومننا بقى بنرق شويه. شوف كبرته بقى قد ايه، من هنا بنسوي برضه كده الاحراف، لو في حرف الخين حرف كده. شوفوا بقى لون الفرن يا جماعه، يعني انا شغاله هنا وهنا. شايفين الرغيف؟ بسم الله ما شاء الله، ايد فرح بها وايد بها. بسم الله ما شاء الله. جميل. في الحاجه حقها في العجين اهو. انا بقول لكم اما انا كنت بطبق العيش هي تطبق عشان الشكل الجميل ده، عشان يبقى كلته بسم الله ما شاء الله مفتح. الطبقه بتبقى عشان كده بقى يا جماعه، اهي بتبقى عشان كده الطبه اهو الشكل الجميل ده. لو انا مقطعه الرغيف كبير كنت مليت جوه كريم، انما انا هو ده اخره لان القطعيه اصلا كانت صغيره اهي يا جماعه. هحط الفرن، عين على الفرن، واعمل كمان ايه يعني عين على الفرن وعين ايه، اريحها على ايدي كده. ابتدي بقى اسوي الرغيف كده اظبطه بقى. ايه رايكم بقى؟ يا ريت اللي يعجبه الفيديوهات بتاعنا يا جماعه ما ينساناش بالدعم واللايك والاشتراك. احنا بنتعب اقسم بالله في الفيديوهات دي، يا ريت تقدروا تعبنا، احنا مش عايزين الا اللايك والاشتراك بس. ماشي، هو ده العيش يا جماعه، ده العيش وجماله. العيش ده جميل وقابل زي الفوانيس ازاي، اللي في الفرن واللي شوفوا العيش ده الرغيف اللي في الفرن، وده اللي على المطرحه، ده اللي على الجريد اهون. بسوي فيه كده واظبط فيه كده. يا حبايبي انا خلصت العيش، هي كانت كميه بسيطه عشان كده خلصت على طول، بس بسم الله ما شاء الله عسل. شوفوا الرغيف، شوفوا اهو جميل. هون بقى نكمل المعركه وهفتح الفسيخ ونقدم الاكل مع بعض. ده الفسيخ بتاعنا، شوفوا اللون اللي يخليكي ريقك يجري، هو ده الفسيخ اهو يا جماعه. بفتحه بقى كده، شوف القلب بتاعه جميل ازاي. ده الفسيخ اللي لونه يكون صابح،
يدل ان هو صابح، انما اللي غير كده ما تجيبهوش. ودول بقى اسيبهم بحالهم كده، لان في عايز متفتح وفي عايز يفتح بنفسه. هنقدم الاكل بقى كده. حبايب قلبي خلصنا. ده الفسيخ المتفتح، شوفوا اللون البامبي الجميل، وده الفسيخ اللي عايزينه هيفتحوه، ومعاه بقى جنين بصل اخضر وطماطم وفلفل، وده العيش اللي احنا خابزينه الجميل. بذمتكم النفسيه ما محتاجه الاكله دي، النفسيه محتاجه من الوقت للتاني رغيفين عيش تراي زي دول، وفسيختين جمال زي دول. الفسيخ المتخلل في البيت احلى 100 مره من اللي بتجيبيه من بره. ليه؟ لان انت ضمناه عارفه ان هو صابح، انما اللي بتجيبيه من بره انا مره اتغشيت فيه. دي سبب اللي انا خلاني انا الاول كنت بكسل واشتريه جاهز، بس كانت بتيجي مره حلوه و10 وحش. ليه بقى؟ كنا نلاقيه متخلط قديم على جديد، لا غايب قوي طعمه وحش، لا تاكليه من هنا وتتعبي. لا دي بسم الله ما شاء الله. شوفوا الفسيخه، شوفوا اللون بتاعها جميل. هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت اللي يعجبه الفيديوهات بتاعتنا يشترك عندنا ويحط لنا لايك وفعل زر الجرس يوصلوا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.